ما يمتلك غير 4 حبات طماطم. شنو سويت؟ شنو فكرت؟ قالت باسمك اللهم يا رب السماوات بارك بالطماطم فحلت البركة وجاءت البركة في الطماطم. جاءت بركة. شنو بركة؟ فاجتمع القوم وبدأوا بأكل البسباس. شنو بسباسة؟ شنو بسباسة يا 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 شنو بسباسة يا بسبايس يا 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 فجمعت الكمولة مع السومة والكبزرة والطماطة يا طماطة يا 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 فلما اجتمعت الطماطة والفلفلة البسبايس والكمولة مع الملح شنو صارت؟ صارت ألفة ومودة يا 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 فأكل 100 رجل من 4 حبات طماطم حتى شبعوا. شبع كل هؤلاء القوم. شنو؟ لأن ابنة الإمام المبجل القائد الأعظم البار بارك الله فيه طبطب على الطماطة وقال يا طماطة إن شاء الله تكفين 100 رجل. فزادت يا 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 فزادت لا سيدي الأئمة. فطلعت اللهبة. تعرفون شنو اللهبة؟ قولوا معايا يا الجامع. والله حرقانة يا بسم الله. شنو من بركة، شنو من علم. ثم جاءت بحبتين من البرتقال وقطعتها وقالت ربنا رب السماوات بارك بجزيئاتها ففرقتها على 100 رجل. فقلت وأنا سيد الأئمة يا البرتقالات